السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل دلوقتي مع بعض حاجة حلوة سهلة ولذيذة وجميلة جدا. هنعمل البسكوت بالشوكولاتة وكمان هنعمل الترايفل. شكله جميل قوي، شايفين عامل ازاي وسهل، وممكن يساعدونا فيه أطفالنا لأنه كله حاجات من البيت. عندنا كمية من البسكويت، بسكويت الشاي العادي السادة، وعندنا جوز هند سوداني مجروش، طبعا سوداني حلويات، ومعلقتين زبدة. وعندنا مكونات الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة الدارك. الشوكولاتة البيضة لبن بودر وسكر وزيت ولبن، كلهم بيتضربوا مع بعض ولازم الكميات تكون قد بعضها. الشوكولاتة الدارك كاكاو، سكر، لبن وزيت، برضو الكميات قد بعضها. دلوقتي هاخد البسكوت بتاعي واطحنه في المطحن وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض. ادي البسكوت بتاعي طحنته، هسيح بقى الزبدة واحطها عليه معلقتين او ممكن ياخد 3 معالق، هنشوف. انا عايزاه يبقى عامل زي الرملة المبلولة. هقلبه كده. الزبدة انا يا دوب هسيحها، يعني انا مش عايزاها سخنة. هحط على البسكوت بتاعي شوية جوز هند وشوية من السوداني المجروش، ده سوداني حلويات مش سوداني مملح. وهقلب المكونات دي مع بعضها. زي ما انتي شايفة انا عايزاها كده زي الرملة المبلولة. دلوقتي هعمل الشوكولاتة. هبتدي بالشوكولاتة البيضة، هحط الزيت في الخلاط، السكر، وزي ما قلنا المقادير كلها قد بعضها. اللبن البودر، يعني لو معلقتين لبن بودر يبقى معلقتين لبن حليب، معلقتين سكر، معلقتين زيت. هضربهم في الخلاط لحد لما يديني القوام المطلوب بالشكل ده. ولما تتقل معايا يبقى كده اتعملت الشوكولاته. ادي الشوكولاته البيضه لما عملناها ضربناها في الخلاط، المكونات كلها مع بعضها وضربناها في الخلاط. والشوكولاته الدارك بنفس الطريقه هنعملها. ادي كاكاو، سكر، زيت، لبن حليب، هضربهم كلهم في الخلاط مع بعض. وادي الشوكولاته الدارك بعد ما ضربتها في الخلاط، شايفين قوامها عامل ازاي؟ جميله جدا. دلوقتي انا البسكوت لما طحنته اهو بقى شكله عامل كده، وحطيت عليه الزبدة بعد ما سيحتها والسوداني وجوز الهند. هكوره كده، هعمله كورة، بس هبل ايدي بمية عشان ما يلزقش في ايدي. وبعد كده هغطسه في الشوكولاتة. هنبدأ بالشوكولاتة الدارك كده، وبعدين اطلعه واحطه على حاجة اصفيه علشان اشيل الشوكولاتة الزايدة عنه. ممكن تحطيه على مصفى او على منخل زي ما انا عامله. تاني هكورها كده، طبعا انا بلق ايدي عشان ما يلزقش فيها البسكوت. هغطسها في الشوكولاتة، اغرقها كده كويس واطلعها واحطها على المنخل علشان الشوكولاتة الزيادة تقع منها. شايفين شكله جميل ازاي؟ تاني اهو. دلوقتي في الشوكولاتة البيضة هغطسها في الشوكولاتة البيضة واقلبها كويس واطلعها من الشوكولاتة البيضة، اروح حطاها على طول في جوز الهند. هقلبها كده في جوز الهند. سهل جدا، مفهوش حاجة صعبة، وممكن اولادنا يعملوه معانا ويفرحوا جدا بالحاجات دي وهم بيعملوها. بنفس الطريقة هكمل بقية كمية البسكوت. اعملي شوية بالشوكولاتة البيضة وشوية بالشوكولاتة الدارك. الشوكولاتة البيضة طبعا هغطسها في جوز الهند، والشوكولاتة الغامقة الشوكولاتة الدارك بتاعتي الجميلة
ممكن اغطيها بعد لما اغطيها كده بالشوكولاتة احطها في السوداني برضو يبقى شكلها جميل وطعمها حلو قوي اهو. هغلفها بالسوداني بتاعي، وممكن اي نوع مكسرات عندك تعمليه كده برضو بنفس الطريقة. هعمل بقى شكل تاني. خدت شوية من البسكوت اللي انا سيحت عليه الزبدة، حطيت عليه شوكولاتة بيضة، وهبتدي اعمل شكل تاني. ده بسكوت سليم انا ما دغدغتوش، هحط فيه حبة قليلين من البسكوت اللي بالكريمة ده او بالشوكولاتة البيضة، وهعمله كده اهو، واغطسه برضو في الشوكولاتة. بقى عندي احلى بسكوتاية غرقانة بالشوكولاتة ومحشية برضو شوكولاتة بيضة مع السوداني. ايه رأيك؟ شكله جميل قوي. برضو هحطها على المنخل عشان تصفي الشوكولاتة الزايدة عنها. هعمل واحدة كمان اهي، هحشيها. ده الخليط ده او المعجون ده البسكوت اللي احنا طحناه مع السوداني مع جوز الهند، وكمان حطيت عليهم معلقتين من الشوكولاتة البيضة. ممكن تحطي شوكولاتة دارك زي ما انت عايز، ممكن لو عندك كريمة، ممكن ايس كريم، كل الاختيارات موجودة وانتي براحتك تختاري. شكلها جميل جدا وطعمها تحفة خرافة. كده انا حطيت كل الاشكال اللي عملتها، صفيتها من الشوكولاتة الزيادة. هاخدها بقى واحطها في الفريزر علشان الشوكولاتة تمسك في بعضها في البسكويت. عندي بقى شوية فراولة قطعتهم مع شوية موز، وحطيت عليهم معلقتين سكر، يعني عملت فروت سلطات. قلبتهم، وهجيب بقية البسكوت المطحون وحطينا عليه الزبدة والسوداني وجوز الهند، وهعمل منه قاعدة كده في الكاس بتاعي او في بولة. ده كده انا بعمل لشخص واحد، بعمل كاس لشخص واحد، ممكن انت تعمليه في بولة كبيرة ويبقى للعيلة كلها. حطيت كده القاعدة من البسكوت، وهنزل عليها بشوية شوكولاتة بيضة بالشكل ده. طبعا انا دلوقتي بعمل الترايفل، وهحط بقى الفاكهة بتاعتي الموز مع الفراولة. هحط طبقة كده علشان يديني في الاخر شكل طبقات، بسكوت وبعدين شوكولاتة بيضة وبعدين الفاكهة. ودلوقتي هحط الشوكولاتة الغامقة. ممكن بدل الشوكولاتة تحطي ايس كريم طبعا. حط شوية جوز هند فوق الشوكولاتة، وشوية سوداني او اي نوع مكسرات موجودة عندي. كده خلصت الترايفل، سهل جدا وجميل. بصي شكله، ادي الطبقات البسكوت، شوكولاتة البيضة والفاكهة، وعليهم من فوق الشوكولاتة الدارك والمكسرات وجوز الهند. جميل جدا وما خدش وقت. طبعا ده الكاس ده بيتباع في المحلات غالي جدا، وهو اصلا يعني سهل وبسيط. ادي الاشكال اللي عملناها كلها النهاردة. عملنا 3 انواع من البسكوت اللي بالشوكولاتة، وعملنا الترايفل سهل وبسيط جميل جدا. يا رب يعجبك لما تجربيه. خليكي معايا في كله عندي، هنعمل كل حاجة سهلة وبسيطة وجديدة. شكرا ليكم، باي باي.